بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بقى النهارده نشوف نيمة عامله لكم ايه. عامله لكم حاجه كده في منتهى الجمال، ما بين ان هي اصابع زينب، بسبوسه، حاجه كده في منتهى الجمال. رموش الست، بصي هتبقى حاجه روعه. اول حاجه هنا حاطه 3 كوبايات من السميد، دي المقادير 3 كوبايات من السميد. هتضيف عليهم كده دلوقتي كوبايه من الدقيق العادي. دول 3 سميد وواحدة دقيق عادي متعدد الأغراض، أي نوع دقيق عادي جدا. تحط عليهم كده حوالي 3 معالق من لبن البودر أو لبن البودرة، أو لو ما عندكش لبن بودرة بتقدري تحطي نص الكمية مية ونصها لبن عادي جدا. هنعجن بكوبايتين مية وتحطي بقى عليها 3 معالق من السكر. حطيت 3 معالق من السكر، وتحط معلقة من الخميرة الفورية، وهتعجن بكوبايتين مية. تقدري تبعدي تستبعدي بقى كوب مية وتحطي كوب لبن. لو ما عندكيش اللبن البودرة يبقى نصها لبن ونصها مية عادي جدا. وهتعجنيها عجينة بقى كده. دلوقتي هي بتخلط المكونات الجافة مع بعضها، وهتحط كوبايتين المية تخليها عجينة كده زي عجينة البسبوسة قبل ما تحطها في الزيت. وقبل المرحلة بتاعة الزيت، بعد ما تعجن كده وتحط كوبايتين المية وتعجنها، تسيبها تختمر نص ساعة ترتاح كده، عشان هي فيها خميرة. في اي حاجة، في اي عجينة فيها خميرة لازم نريحها نص ساعة اقل حاجة. فهي كده هتسيبها دلوقتي لمدة نص ساعة. ونجيب كيس حلواني او كيس تلاجة، نحط فيه القمع بتاع بلح الشام وزيت على البوتاجاز. اهو حط الزيت على البوتاجاز اول ما يسخن. هم واقفين بقى يصوروا ويعملوا بقى براحتهم، انا بسيبهم عشان اشجعهم. اهو بتشكلها كده زي كده زي حكاية المشبك، بس كان طعمها في منتهى الجمال. حاجة كده ما بين ايه، كرانشي كده من بره وجميلة وطرية من جوه كده وفاضية وهشة. طعم البسبوسة جميلة جدا جدا. اهي بتشكلها لكم اهو، وهتطلعها على شربات تقيل بارد. الشربات هو عبارة عن كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية وعصرة ليمون، ونسيبهم يغلوا لمدة 10 دقايق. ونطفي عليهم ونحط لهم كيس فانيليا ونسيبهم يهدوا، وخلاص على كده ونستخدمه. وانا كنت عاملاها لكم في فيديو قبل كده. اهو طلعهم الشربات، طلعها من الزيت، تحطها في الشربات البارد التقيل، وتطلعها على حاجة تتصفى وتتقدم. ونقول لكم بألف هنا. شجعوهم بقى، هما بيحبوا يدخلوا المطبخ. كانوا واكلين فول اخضر وبيشيلوه من على الرخام عشان يقدموا لكم الوصفة اللي عملوها. اقول لها تسلم ايديك يا نيمة. هي ومحمد بيقفوا بقى يشجعوا بعض كده، حد بيصور وحد بيعمل. شجعوها كده. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل حاجة انا هعملها لكم. وتقولوا النيمة تسلم ايديكي وهي بتوريها لكم اهي، وتشوفوا من جوه ان هي فاضية وجميلة وطعمها حلو في منتهى الجمال. اهي لا تسلم ايديك يا نيمة. وشجعوا ولادكم يدخلوا المطبخ.